السلام عليكم، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ هنكمل بقية الفيديوهات، ودلوقتي هنخش على ان احنا نكتب سيرفر كلاينت نود. سوري، سيرفيس كلاينت نود. طيب، في الفيديو اللي فات شرحنا ازاي بنكتب السيرفر، وازاي بنكرييت سيرفيس. والمفروض السيرفيس دي بقى هترد على الكلاينت، هي اللي بتدي ريسبونس للكلاينت. يعني بمعنى الكلاينت بيريكوست some data. في الكيس بتاعتنا هو الكلاينت هيريكوست السبمشن او السميشن بتاع two variables، وبعدين السيرفر المفروض يبعت الريسبونس بالسميشن بتاع التو variables دول. دلوقتي هنشوف ازاي ده بيحصل بقى، يعني من خلال الكود ازاي ده بيحصل عمليا. اول حاجه هنعمل الامبورت بتاعنا زي كل مره، هو نفس الحاجه، فمش محتاج اعيده بقى تاني. وبعدين هنعمل الكلاس بتاعنا هنسميه add client node، وبعدين نفس الخطوات تاني هنقوم عاملين definition للinit. تمام، نفس الخطوات اللي هي بتاعت كل تقريبا مرة بنعملها، بس كده add client. تمام. طيب، الخطوة بقى اللي بعد دي هي ان احنا هنكرييت ايه الكلاينت بتاعنا، او هنكرييت هنكرييت الكلاينت بتاعنا اللي هيبعت بقى الريكوست ان هو عايز السميشن بتاع التو فاريبلز. هنعمل ايه؟ self dot client، هنسميه client عادي بكل حاجه، مش مفيهاش اي بتاع. بعدين هنكريت الكلاينت، واهم حاجه نخلي بالنا منها هنا ان الانترفيس اللي هو add to ends ده يكون زيه بالظبط زي اللي في السيرفر نود، زي ما احنا شايفين هنا عندنا add to ends، ويكون نفس اسم السيرفيس بالظبط. يعني انا هاخد السيرفيس دي من هنا كوبي عشان ما يحصلش اي لخبطه، عشان لما الكلاينت يبعت الريكوست على السيرفيس اللي هي اسمها add to ends يبقى السيرفر يعرف يرد عليه. otherwise السيرفر سوري الكلاينت هيبعت ريكوست لسيرفر مش موجود، او هيبعت للسيرفيس مش موجوده، ومفيش سيرفر نود بالتالي هترد عليه. تمام. طيب، الخطوه بقى اللي بعد كده هي ان احنا هنعمل زي condition to wait للنود الكلاينت نود انها تستنى لغايه لما السيرفر يكون up and running، عشان otherwise الكلاينت هيبقى بيبعت requests لسيرفيس مش موجودة، وبالتالي ده هيسبب behaviors يعني احنا مش عايزينها، undesired behaviors للنود، وممكن تخش في deadlock ومش هنعرف ان احنا نعرف فين المشكلة يعني. تمام، فلازم نحط الكونديشن ده عشان نقدر نعرف هل السيرفر نود is up and running ولا لا، وفين الكلاينت، يعني الكلاينت ستوك فين. تمام، فهو ال الهدف من اللاين ده بس هي وقاية، ان احنا زي كده debugging لاين او حاجة، ان احنا نعرف ان احنا ان الكلاينت ده still waiting for the server node انها تكون up and running، عشان السيرفيس تكون created، عشان يعرف الكلاينت يبعت request للسيرفيس basically. تمام، وبعدين هنقوم بقى عاملين ايه الفانكشن اللي بتعمل الريكوست بتاعتنا، واحنا هنا بنعمل addition ل two variables فهنسميهم a و b. وبعدين هنقول ان الريكوست بتاعتنا دوت اهي سوري معلش، كمان في خطوة نسيتها هنا، ان احنا لازم نسمي الريكوست بتاعتنا او نعمل initialization للريكوست اللي احنا عايزينها، انها add to ends dot request. تمام، فانا كده عرفت الريكوست بتاعتي، وبعدين هقول ان add to ends dot request a equal a، وبعدين self dot request dot b equal b. وبعدين الخطوة بقى اللي هتحيرنا كلنا دلوقتي، بس هنشرحها وان شاء الله هتبقى سهلة وبسيطة وهنفهمها، ان
client هيكول asynchronously request وبعدين return ال future. طيب ايه بقى الكلام ده؟ ايه future ده وايه ايه اللي بيحصل هنا؟ هنا basically اللي بيحصل في الفانكشن دي ان انا عايز ابعت request ان انا عايز ان A و B يتجمعوا على بعض. تمام. طيب لحد هنا اظن لحد اللاين ده الموضوع سهل ومفهوم. بعدين هنا بقى الكلاينت بيبعت الريكوست وبيريتيرن حاجه اسمها future ده او الفانكشن اللي هي كول asynchronous ديت اللي جوه future basically هي بتبعت الريكوست ومش بتستنى ان السيرفر يرد. هي بتريتيرن الفاريبل اللي اسمه future ده كبليس هولدر وبعدين هتستنى السيرفر يرد في خطوه بقى بعد كده قدام هنشوفها في المين فانكشن اللي هنعملها كريشن دلوقتي. يعني من الاخر كده الفيوتشر ده هو بليس هولدر. اول ما الكلاينت بينيشيت الريكوست مش بيستنى السيرفر يرد، لا هو بيكريت البليس هولدر ده والبليس هولدر ده بيفضل فاضي ومستني ان السيرفر يرد بس في لاين متاخر عن هنا مش في اللاين ده. بس كده هو ده بيسكلي اللي بيحصل في الحته بتاعه الفيوتشر. وهنفهم اكتر دلوقتي وانس ان احنا كتبنا بقيه النود هنفهم اكتر ان هو ازاي ده بيحصل بالظبط. تمام. طيب عندنا بقى هنا هنعمل المين فانكشن بتاعتنا زي كل مره برضو ان هي دوت init وبعدين الارجز equal args. تمام. طيب وبعدين هنقول النود بتاعتنا نعمل لها initialization، هنقول انه add client وبعدين هنقول ان A و B هنحط لهم بقى values. فهنقول مثلا int variable 2. تمام. طيب دلوقتي بقى عندي انا محتاج اعرف الفيوتشر تاني ان هو node dot send request a b. سوري انا كنت كاتبها هنا كده don't send request a و b. طيب ماشي. يبقى انا دلوقتي ايه عملت creation للريكوست بليس هولدر بتاعي اللي انا بسميه future. ففيوتشر ده هو basically البليس هولدر دلوقتي اللي once ان الكلاينت نود بعتت الريكوست هيفضل فاضي ومستني بقى ايه السيرفر نود ترد عليه بالريسبونس بتاعها. هنشوف بقى دلوقتي اهو اللي هيحصل ان انا هعمل spin until future complete. ده بيخلي النود بقى تفضل قاعدة مستنية لغاية ما الفيوتشر او لغاية لما الفيوتشر بليس هولدر ده يكون filled with data، يكون filled بالريسبونس اللي جايله من سيرفر ايه نود. تمام. ف هنحط الفيوتشر وانا نسميها نود. تمام. طيب وبعدين هناخد الريسبونس من future dot result بكل بساطة. تمام. بعدين هنقول ان node dot get logger. هنشوف بقى عايزين نشوف الريسبونس بتاعتنا، عايزين نعرف هي عاملة ازاي. فهن get logger info result equal to a plus b equal to a response dot sum. تمام.
طيب equal to response dot ايه sum. طيب زي الفل كده بقى هنقوم عاملين الحتة بتاعت اللي هي destroy node destroy node و rcl file dot shutdown وبعدين الاف بتاعتنا اللي احنا ممكن نختصر الوقت وناخدها على طول. تمام. طيب كده عرفنا ازاي نكتب ال الكلاينت نود بتاعتنا، وعرفنا ليه بنعمل الويتنج دوت اللاين دوت وايه هو الفيوتشر وازاي السيرفر بيرد على الكلاينت بالريسبونس بتاعه من خلال البليس هولدر بتاع الفيوتشر، وازاي ان الفيوتشر ده بيفضل كبليس هولدر عشان الكلاينت بيفضل مستني لغايه ما السيرفر يرد عليه بس هنا في اللاين ده، او هو ده اللي بيخلق الويتنج يعني بتاعنا. تمام. في الفيديو بقى الجاي هنرن بقى السيرفر والكلاينت مع بعض ونشوف بقى ازاي بيردوا على بعض وازاي الاتنين بيشتغلوا مع بعض. شكرا.